اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا يا بنات مش هنطول في مقدمة الفيديو علشان عندنا النهاردة تورتاية، اللهم بارك، تورتاية كبيرة. التورتاية دي يا بنات مقاس 30 في 40. طبعا عملتها معاكم قبل كده، ودلوقتي هنعمل تاني نفس الديزاين بس ديزاين مختلف شوية. وانا هنا خبزة يا بنات 3/4 كيلو دقيق اسبونج، يعني كيلو الا ربع. طبعا بخبزه في صينية اللي هي اكبر صينية في الطقم المستطيل. بخبز ايه يا بنات؟ بخبز هنا زي ما انتم شايفين كده، في كل صينية ربع كيلو دقيق، ربع كيلو دقيق، وبحط عليه ربع كوباية مية ومعلقة محسن جل صغيرة وشوية فانيليا سايلة وثلاث بيضات. طبعا الصينية اللي معايا دي انا دخلتها الفرن، كان الفرن حامي. طبعا بعد ما كنت حطيت الصينيتين التانيين، فطبعا هنا اتعملت شوية من تحت، يعني اتلسعت حاجة بسيطة كده، بس قشرتها وبقت تمام، يعني مش مؤثر في ريحتها ولا في طعمها ولا اي حاجة يعني. تمام. هنا دي تاني صينية معايا، هشيل كده الوش بتاعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وبجيبه بس كده بالسكينة كده ببساطة، وبعد كده بشيله بايدي على طول، بتشيل معايا بمنتهى السهولة. في ناس يا بنات ما بتشيلش الوش بتاع الشوكولاتة، بتقولك هو مش زفر، يعني مفيهوش ريحة زفارة. انا ما برضاش بالكلام ده، انا لازم اشيل الوش خالص، يعني ما بسيبش خالص. بقلب كده، اول واحدة قلبتها على ورق زبدة، والتانية برضو قلبتها على ورق زبدة، وهنا دي لسه الصينية التالتة انا بقلبها كده من الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وهقشر بقى. هشيل بقى الكلام ده كله. بصوا ما شاء الله اللهم بارك بجد، يعني كانت تورتايه طالعه زي العسل. وبصوا في ثواني يعني عملتها الحمد لله رب العالمين، ما اخدتش وقت خالص معايا. طبعا دلوقتي انا بقى هعمل ايه؟ دلوقتي انا بشيل كده، بحاول ان انا اشيل الوش ده، كان ملزق شويه، فبحط عليه ورقه زبده وبسحبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. تمام، بالراحه خالص كده، هتبص تلاقيها معاكي بقت زي الفل وظبطت خالص. قشره كده بالراحه او بالسكينه كده بالراحه، هتلاقي قشرت معاكي وبقت زي الفل. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بتطلع 10/10. هحط كده اول طبقه على البورد بتاعنا بالشكل ده كده، وهحط كمان هنا القاعده بتاعتنا. حطينا كده، هننزل بالسيرب بتاعي، وزي ما قلت قبل كده السيرب بتاعي هنا كوبايتين من كوبايه من السكر عليهم كوبايتين من الميه، وبحطهم على البوتاجاز. اول ما يغلوا على طول بقوم مطفيه عليهم النار واسيبه يبرد، وبعد كده اشتغل بيه. طبعا هنا الشانتيه يا بنات زي ما انتم شايفين فاتح شويه، يعني انا مش مغمقه، انا حطيت عليه كاكاو باودر وشويه نوتيلا وصوص شوكولاته، فمش مغمقه، انا عايزاه فاتح كده لونه حلو. طبعا الحشو هنا يا بنات، الحشو هنا كان عباره عن شوكولاته شيبس ومكسرات ومربى حليب وصوص شوكولاته. ما شاء الله اللهم بارك. الحشو حاجه كده غنيه ومحترمه يعني، وحاجه متوضبه ومتكلفه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك، ولا حول ولا قوه الا بالله. 10/10 يعني. هجيب كده تاني طبقه، انا هنا يا بنات عاملاه ب3 طبقات بس. ادي كده تاني طبقه بحطها بالشكل ده كده، وهنزل بالسيرب بتاعي، وبعد كده هحط شانتيه. طبعا بشتغل بالشانتيه في الحر يا بنات، اوعي تضربوا الشانتيه مره واحده. انا بضرب الكميه على قد شغلي، يعني على قد التورتيه اللي في ايدي بضرب الشانتيه، بتخلص بضرب غيرها. ما بضربش كميه واسيبها جنبي. لو ضربت كميه وسبتيها جنبك يبقى انت كده غاويه ان انت تخسري. الكريمه اول حاجه هتسيل معاكي وهتسيح، وهتضطري ان انت تدخليها التلاجة. تقدر ان انت تحط لها شويه شانتيه عشان تضربيها شويه عشان تتماسك، ويرجع القوام حلو تاني معاكي. تمام. كده حطينا تاني طبقة معايا من الحشو بتاعنا المحترم ده، وهننزل كده دي الطبقة التالتة اهو. تمام. طبعا مفيش قص اي زيادات خالص، لان التلاتة قد بعض بالسنتي، والتلاتة مظبوطين 10/10. هبتدي كده اسقي سيرب كده، وبعد كده هنبتدي ان احنا نجلس التورتايه بتاعتنا يا بنات. شكل التورتايه يمكن عملته معاكم قبل كده، او شكل سهل. بس هو ما شاء الله اللهم بارك شكل جميل جدا، ومعظم الناس بتحبه. على فكرة يا بنات شكل الوردية ده حلو قوي. والتب ده كمان ناس كتيرة قوي قوي بتشتغل بيه، بتشتغل فيه في الكب كيك، بتشتغل فيه رسومات كتيرة قوي في التورت. شكل حلو جدا القمع اللي انا هشتغل بيه دلوقتي واعمل بيه الوردات بتاعتي. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا ببتدي ان انا اجلس التورتايه، فهجلسها كده بالراحه واحده واحده، واي مكان هلاقي فيه زيادات يعني مفهوش شانتيه بحط له شانتيه. تمام. اي مكان ملاقيش فيه شانتيه بحط له شانتيه. بصوا يا بنات شكل التورتايه بيبقى تحفه قوي لما التجليس بتاعها بيكون صح. لما تكون مخدومه صح بتبقى حلوه جدا جدا. بتبص تلاقي معظم الناس بتشكر لك فيها وبتشكر في حاجتك، ان حاجتك خارجه بشكل حلو، وحاجه كده محترمه كده الناس كلها تشكر لك فيها.
زي ما انتوا شايفين كده انا هنا لسه بجلس في التورتايه، ما شاء الله اللهم بارك. بجلس فيها كده داير ما يدور كده، وبظبط الدنيا بتاعتها. انا عايزه اظبطها خالص، ما اخليش فيها حته عاليه وحته واطيه، حته فيها شنطيه وحته ما فيهاش شنطيه، لا انا بظبط الدنيا على قد ما اقدر. تمام، تمام قوي كده، ما شاء الله اللهم بارك. هجيب بقى هنا المشط السكرابر بتاعي وابتدي اعمل خطوط كده زي ما انتوا شايفين. حلو قوي كده، حلو قوي يا بنات. طبعا يا بنات اللي ليه اي سؤال يكتب لي في الكومنتات وانا هجاوب عليه، واللي ليه اي طلب يكتب لي برضو في الكومنتات وانا هجاوب عليه، واعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. اللي عايز اي حاجه او بيسال في اي حاجه في مشاريع الاونلاين، في الشغل من البيت ازاي بتبتدي، كل ده يكتب لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هجاوب عليه. ما شاء الله اللهم بارك. شايفين ما شاء الله 3 طبقات، هي 3 طبقات محترمه. الحشو اللي جوه ما شاء الله اللهم بارك حاجه متكلفه زي ما بيقولوا، حاجه 10 على 10. دلوقتي طبعا انا بقى هكون بعبي الشانتيه في كيس الحلواني، واحط التب اللي انا هشتغل بيه اللي هو الورده المقفوله. هتشوفوا دلوقتي معايا التب ده جميل قوي قوي، وبتشتغل بيه في معظم شغل الحلويات بتاعتنا او تزيين الكيك، بيبقى حلو قوي 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 يعني يا بنات. تمام، هنبتدي بقى هنا يعني انا هنا بعبيها وبظبط الدنيا. طبعا هي هنا كده متظبطه خلاص، و10 على 10، وظبطت فيها كل حاجه. هنبتدي دلوقتي نشتغل كده بالتب يا بنات. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. التب ده يا بنات رقم M1. التب ده بشتغل بيه معظم الوردات المقفولة زي ما انتوا شايفين كده. يبقى التب ده قلنا M1 عشان كل الناس اللي بتسأل يا بنات. M1 التب ده M1 اللي انا شغالة بيه الوردة دي، وبعمل بيه معظم الوردات اللي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. تمام تمام كده خلصنا من فوق الوردات بتاعتنا كلها. تمام، هنبتدي بقى نعمل تحت بقى هنا روزتات داير ما يدور التورتيه بتاعتنا بالشكل ده كده. ما شاء الله اللهم بارك. شايفين شكل التورتيه كل ما بضيف لها حاجه بسيطه كده شكلها بيطلع احلى واحلى واحلى. ما شاء الله اللهم بارك، بجد شكلها حلو قوي. بصوا ايه رايكم بقى، ايه رايكم بقى في الجمال والشياكه دي؟ بجد حاجة جميلة جدا. هاخدها دخلتها التلاجة نص ساعة، ودلوقتي طلعتها وهبتدي احط عليها صوص الشوكولاتة. هما كانوا طالبين يا بنات التورتيه بصوص شوكولاتة، انا حطيت مربى حليب في الحشو، وحطيت كمان صوص شوكولاتة معاها. طبعا لو انا بحط كده بحط بكيس الحلواني كده. طبعا لو ما عندكيش كيس حلواني تقدري ان انت تحطي كيس تلاجة عادي، وتعملي فتحة صغيرة قوي وتحطي الصوص فيه وتشتغلي عادي. تمام، ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى بحط صوص شوكولاته، بس هو كيس الحلواني وكيس وصوص الشوكولاته، يعني الكيس وانت حاطه فيه اسهل كتير، يعني بيديكي اسهل كتير قوي 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 يعني في التعبيه وانت بتحطيه، بجد بيفرق كتير يعني. ما شاء الله اللهم بارك يعني. كده حطينا صوص شوكولاته، لسه طبعا هنسويه دلوقتي زي ما انتوا هتشوفوا معايا. هساوي صوص الشوكولاته بقى اللي على الوش ده، وكمان هنجهز نجيب الشوكولاتات بتاعتنا اللي هنحطها على وش التورتيه. بسوي كده بالمعلقه كده بالراحه، هتلاقيها ظبطت معاكي وبقت زي الفل. ما شاء الله اللهم بارك، ولا حول ولا قوه الا بالله. تمام، هنجيب بقى الشوكولاتات بتاعتنا بتاعه التزيين، هنحط بقى شوكولاتات بالشكل ده. بحط بقى الشوكولاتات. بصوا يا بنات، بالنسبه للشوكولاته او للتزيين مش لازم ان انت تعملي حاجه بالظبط زي اللي انا عاملاها، يعني ممكن ما يكونش عندك حاجه وتقولي لا ده انا متعطله عشان حاجه دي، مش لا، ابدعي انت، هاتي ما عندك، ابدعي يعني. ابدعي، مش شرط ان انت تتقيدي بحاجه حد او لازم تعملي زي حاجه حد، لا، ابدعي انت واشتغلي انت، وربنا يا رب كده يحسن ما بين ايديكم دايما. انا يا بنات دايما بحب اعمل شوكولاته في الاول بالسيليكون وافضيها في علبه بلاستيك واحطها في التلاجة. بتسهل عليا كتير يعني، خصوصا لما يكون عندي شغل كتير بتسهل عليا كتير. باخد منها وابتدي ان انا اشتغل على طول، اسهل كتير، وفي نفس الوقت بيكون انجاز في الوقت كتير قوي يعني. هنا زي ما انتوا شايفين كده برصص بقى شوكولاته واشكال شوكولاته كتير. بحط مثلا ممكن بسكوت ميجا، اللي موجود عندك شوكولاته جاهزه حطيها، عندك قوالب ترانزفير حطي فيها الشوكولاته وصبيها. كل ده يعني تبع ما اللي يعني اللي يريحك انت اعملي بيه، اللي يريحك اشتغلي بيه. مش شرط ان انت زي ما انت شايفاها لازم تطلع تيبيكال بالظبط زيها. تمام، ده يعتبر كده الشكل النهائي للتورتايه. لسه هجيب لها كده كام واحده كده من شوكولاته ملويه كنت عاملاها.
تمام. ايه رأيكم بقى؟ لسه بقى نحط بقى كده عين الجمل بالشكل ده، وزعه كده بشكل كده لطيف كده. ده كده شكل التورتايه بتاعتنا مع الوردات التمام بتاعتنا. عملنا التورتايه، واتمنى تقولوا رأيكم فيها ايه، وتقولوا لي رأيكم في تزيين الشوكولاتة وتزيينها والفينش بتاعها وكل الكلام اللي احنا قلناه مع بعض. اللي اي سؤال يكتب لي في الكومنتات يا بنات وانا هجاوب عليه والله على طول. اللي ليه اي استفسار مش شرط في الفيديو ده، في اي فيديو تاني يكتب لي وانا هجاوب عليه. بصوا يا بنات، هنا انا حبيت ان أنا احط واحده كمان من الجنب ده وواحده كمان في الجنب ده، حسيت ان هي عاطيه شكل الطف كمان وشيك جدا، فقلت ازودها يعني. ده كده الشكل النهائي. ايه رايكم بقى في التورتايه وفي جمالها؟ اتمنى تقولوا رايكم في الكومنتات، وزي ما قلنا اللي اي سؤال يكتب لي في الكومنتات. ويا رب دايما كده اكون عند حسن ظنكم. كانت معاكم هبه زدان، اقول لكم مع السلامه.